فهذا كمان كان سبب من أسباب إنه تصحط. بتكون الوتر فايت بالخشبة، وأنا عم بجي عم بشده بيرفع المفتاح، فبجي أنا بشده كمان بيرجع الدوزان، فهذا الشيء غلط بغلط. تمام. الحل أسعد الله أوقاتكم أصدقائي وأحبابي، كيفكم؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله رب تكونوا بخير وسلامة. معكم أخوكم سربس شاشان بنصائح فنية. اليوم عنا مشكلة الزحط. بالفيديو اللي قبل هاد شرحت كيف إنه لازم نبري راسه للمفتاح في حال صار يزحط كتير، وقلت لكم إنه في مشكلة تانية كمان بيكون يعني بتأدي لزحط المفتاح، اللي هو رح أعمله عن قصد لأنه أنا اللي عندي بعرف شو الحل، فما بخليهم يزحطوا. فرح أفرجيكم نموذج. تمام أصدقائي، رح أقرب على الكاميرا مشان تكون واضحة. ما بعرف إذا شايفين هيك، لازم تكونوا شايفين هذا المفتاح وهذا الوتر. هذا الوتر لما بيكون نازل كتير، ثواني بس هيك، هون لما بيكون الوتر هون نازل كتير، يعني نازل بده يفوت بالجورة كمان، فبتجي بتشده فبيفوت الوتر للجورة، لأنه كل ما شديت أنا كل ما بينزل الوتر لتحت. بهالحالة هي بيرجع المفتاح لأنه ما عاد فيه يفوت لجوا، لأنه عم بياكل من الخشب. فالأصح هو مثل هاي الحالة هون، مثلا إذا عم تشوفوا شايفين ارتفاع الوتر عن الخشب شغلة نص سنتي، هذا صح، بينما الوتر الأولاني غلط، واصل لتحت داخل للجورة. شايفين هيك مثلا كل ما بدي يشده رح يرجع لأنه عم بيفوت بقلب الخشب. هاد لازم أرجعه، إن شاء الله يكون واضح هيك. لازم أرجعه وأرفعه، تمام، وبعدين أرجع أشده. أيوة، العفو، ما كنت عم شده لأنه الكاميرا عم تعكس الحركة. فهيك برفعها وبشدها يعني نص سنتيم أو حسب ما يناسبها. ما بدي أرفعها كتير، عفو، صارت الكاميرا صافية. ما بدي ارفعه كتير لدرجة انه يسحط من هون، تمام. لازم يعني احسب حساب انه هون يكون اوطى من الانف، بس كمان ما يوصل للخشبة للبنجق، تمام. لازم يكون عالي منشان ما يسحط، منشان اذا كل ما شديته كل ما يضل نظامي. تمام اصدقائي، ان شاء الله يكون وصلتكم فكرة. شايفين هذا الارتفاع السليم؟ في حال نزل هيك لتحت رح اعمل تاني مرة لانه الكاميرا صارت واضحة. اذا كانت هيك فهذا الشيء غلط، هذا السبب اللي بيخليه يسحط. في حال كان هيك وشديته انا فرح يرجع، لانه عم بيفوت بقلبه للبنجق، ما بيتحمل، ف بيرجع يطلع لبرا. اصلا بيصير المفتاح يطلع لفوق، كل ما انت تشده كل ما المفتاح يطلع لبرا، تصير انت تشد المفتاح. هذا الشيء غلط. تمام. نرخي المفتاح ونرفع الوتر عن البنجق، عن الخشبة اللي ما بيعرف البنجق، ونشده. تمام. مثل ما شايفين هذه المسافة، مسافة الأمان، يعني مشان ما تدخل قلب الخشبة. إذا كانت عالية ما راح تثبت هون، فبرجعها بنايمها شوي أكتر، برجع بحطه محله. تمام أصدقائي، هيك ثبتت وهيك تمت العملية بنجاح. هذا كمان كان سبب من أسباب إنه تصحط. بتكون الوتر فايت بالخشبة، وأنا عم بشده بيرفع المفتاح، فبجي أنا بشده كمان بيرجع الدوزان، فهذا الشيء غلط بغلط. تمام. الحل ترجعوه
ترفعوا نقرة صغيرة للوتر وتشدوا بأرضه، ويعني بتشدوا نقرة صغيرة هيك وبتشدوا. المهم الوتر ما يوصل للأرضية للبنجر، يكون في شيء بسيط لفوق، طالع لفوق، انه شيء يثبت على الأنف. هاد كان حل رقم 2 في حال المفاتيح عم ترجع وعم بتعذبك. ان شاء الله يا رب يكون هاي المعلومة كمان افادتكم، واذا حبيتوا اعطيكم معلومات اكثر واكثر، فالي كمان طلب عندكم انكم تعملوا مشاركة للمقاطع الفيديو من شان كل اصدقائكم كمان. اذا حبيتوا تعرفوا معلومات اكثر واكثر اكيد ما راح ابخل عليكم، بس كمان انتم ما راح تبخلوا علي، وبتمنى منكم ان توزعوا المقاطع الفيديو لاكبر عدد ممكن، ونوصل لاكبر عدد من المشتركين واكبر عدد من المتفاعلين، من شان تشجع انا كمان بالقناة وتصير اتفرغ اكثر واكثر للقناة، مثل ما اني مخطط انه اعطي مساحة كبيرة لمحبي الفن. فان شاء الله يا رب تمام بدعمكم كل شيء راح يصير. شاركوا المقطع، اعملوا لايك وتعليقاتكم الحلوة، وان شاء الله يا رب يكون افادتكم بشيء ان شاء الله يا رب. وهذا كان كل شيء لليوم. عندكم اي مشكلة بالآلة اكتبوا لي بتعليق، راح اعمل مقطع فيديو ونشوف الحل للمشكلة اللي عم بتواجهك. تمام احبابي الشباب وصبايا، دمتم بأمان الله. شكرا لكم. تشاو.